تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الإكلير بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هينجح معاكي من أول مرة. بمقادير بسيطة جدا هنعمل أحلى وصفة بجد تحفة جدا. أول حاجة معايا الزبدة 100 جرام من الزبدة وتلات بيضات بدرجة حرارة الغرفة وطبعا فانيليا وهناخد كمان خل. عندي كمان مية كوباية 250 ملي وعندي الدقيق 150 جرام. يفضل ان يكون عندك ميزان عشان تطلع معاكي كل حاجة مظبوطة. حلة بقى ويفضل ألمونيوم أو ستانلس، مش عايزين تيفال أو جرانيت أو سيراميك. أول حاجة هنحط الزبدة ومعاها المية والخل ورشة الملح دي أساسية طبعا في كل حاجة حلوة بنعملها، ومعلقة صغيرة من السكر وزيها خل كمان. هنحطهم على النار لغاية أول ما يبدأ في الغليان، يعني احنا مش هنسيبه يغلي قوي. أول ما يبدأ في الغليان هنحط الدقيق وبالمعلقة الخشب بقى كده ونفضل نقلب بقى كده لغاية ما نوصل للشكل اللي أنا هوريهولك إن هو يبدأ يلزق في الأرضية بتاعة الحلة. هنفضل نقلب كويس جدا، هتلاقيها نعمت معاكي قوي ومفيش اي حاجة من الدقيق تكون ظاهرة، لازم تكون ناعمة جدا معاكي وهتلاقيها عاملة لون في الأرضية بتاعة الحلة. ما بتاخدش وقت كتير، يعني حوالي 4 دقايق 5 دقايق على النار. طبعا النار بتاعتنا العين الصغيرة كده، وببدأ ان انا اشتغل زي ما انتوا شايفين كده، ما بسيبهاش خالص. وبعد ما بتستوي خالص وبتعمل القشرة زي ما انا قلتلك بسيبها في الحلة دقيقة كمان، وبعد كده بشتغل فيها. يعني بتاخد حرارة الحلة لمدة دقيقة زي ما انتم شايفين كده. هقفل عليها النار خلاص كده، هسيبها دقيقة زي ما انا قلتلك. وبعد كده عندك عجان او مضرب البيض يكون بقى حلو كده وتحطيها وتشغلي عليها علشان خاطر تطلعي كل البخار منها وتبرد معاكي. لو ما عندكيش اي حاجة ممكن تسيبيها لغاية اما تبرد خالص وبعد كده تقدري تشتغلي فيها. بس يعني هتشتغلي بايدك بقى بمضرب بيدوي، بس هيكون ضرب جامد يعني. هنبقى كل شوية نشغل وبعد كده نسيبه كمان يعني تهدى شوية من غير ما نشغل العجان. حابة نشغل العجان وحابة نوقفه لغاية ما تهدى لوحدها شوية. خلاص كده اتأكدت انها بردت خالص. عندي بقى البيض هنزل بيه واحدة واحدة. اول بيضاية هحط معاها معلقة صغيرة من الخل وهحطها، وبعد كده اول ما تختفي خالص هحط التانية، وبعد ما تختفي خالص هحط التالتة ومعاها كمان معلقة صغيرة من الفانيليا. الفانيليا طبعا على حسب الرغبة، ممكن تزودي كمان نص معلقة كمان عادي جدا. هنضرب بقى ايه على اول سرعة. بعد ما بنحط البيضة الأخيرة بنلاقي بعد كده واحنا بنضرب الإكلير بنلاقيها ان هو مش ملموم وكده. ما تقلقيش، كملي بس ضرب وهتلاقيه يتلم معاكي ويبقى عجينة ناعمة جدا وطيعة جدا معاكي بالشكل ده. جميلة جدا، ما بنشتغلش كتير، يعني حاجة بسيطة. عندي بقى التيب بتاعتي، ده الشكل النجمة المفتوحة بس اللي هي الكبيرة الحجم الكبير، ورقمها 9 FT زي ما انت شايفة كده. دي اللي انا استخدمتها. عندي بقى كيس الحلواني، لو عندك الكيس ده تمام، لو عندك اي نوع تاني مفيش اي مشكلة، بس لو كيس اللي هو البلاستيك العادي ممكن يتقطع منك بسهولة. ممكن تحطي 2 مع بعض. عندي بقى الصاج بتاعي، بكون طبعا مشغلة الفرن من قبل ما انا اكون بدأت في حط البيض، عشان لازم يكون الفرن سخن جدا. درجة الحرارة لازم تكون 220. هنحطه في الرف الأوسط، بس لازم يكون الفرن سخن جدا جدا عشان يطلع ناجح معاكي وما يلزقش في الصاج. الصاج انا ولا دهنته اي حاجة. تمام. هبدأ في التقطيع وبالمقص، وهبدأ ان انا اقص القطعة على الحجم اللي انا عاوزاه. بتخرج معايا بكل سهولة. مفيش اي مشكلة فيها معايا. بسوي الاطراف كده بالزيت زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، وطبعا بتحكم في الحجم زي ما انا حابة. لازم نخلي في مسافات ما بينهم، وطريقة التقطيع سهلة جدا. بتثبتي ايدك عند الصاج وبضغطة بسيطة بيخرج معاكي بكل سهولة، وبتتحكمي في الشكل زي ما انت شايفة كده. يعني مفيش اسهل من كده بجد.
طبعا الفرن زي ما انا قلتلك بتكون شغالة على درجة حرارة 220. بدخله الفرن بياخد اول حاجة 20 دقيقة على درجة حرارة 220، وبعد كده بهدي النار لأقل حاجة مثلا 150 كده، مثلا 160، لمدة 10 دقايق ربع ساعة، عشان خاطر بس يكمل سوا من جوه، ميبقاش فيه عجين من جوه. بيخرج بيبقى بالشكل ده كده، ما لزقش في الصاج ابدا، بيبقى جميل جدا وان شاء الله ناجح معاكي من اول مرة. هنبدأ بقى بعد ما يبرد شوية نفرغه كده بفتحة بسيطة من الجنب، او ممكن تفتحيه بالسكينة من النص زي الساندوتش بالظبط كده. جميل جدا ما شاء الله، هيعجبك جدا وهينجح معاكي. بصوا جماله، يعني انا بشجعك، هو من دلوقتي لازم تقومي تعمليه. سهل جدا، تقدري تعمليه حجم كبير او الحجم الميني الصغير اللي انا عاملاه بالشكل ده كده. الحشو بتاعنا بقى بسيط جدا، بطريقة سهلة. احنا مش هنعمل كاستر، هنعمل كريم باستري عادي جدا. ربع كوباية من الكريم شانتيه، وكمان كوباية الا ربع باستري، وكوباية من اللبن المتلج، دي هننزل بيها بالتدريج. ممكن نزود كمان لبن لو احتاجت. في المضرب بقى بتاعنا كده ونبدأ نشتغل، هنحط كل حاجة مع بعضها. مش هحط سكر عشان خاطر انا مستخدمة الباستري بكمية كبيرة، فمديني طعم سكر حلو جدا. بعد ما بخلصه خالص بقى بحطه في كيس حلواني، وابدأ ان انا احشي الكلير بتاعي من الفتحات اللي انا عملتها في الجوانب بالشكل ده. جميل جدا، بيبقى بكل سهولة الكريمة بتدخل، مفيش اي مشكلة. هخلص الكمية كلها، وبعد ما بخلص بدخله بس في التلاجة شوية لغاية ما اسيح الشوكولاتة. اما بقى الكلير الحجم الكبير انا بعمل له 3 فتحات، فتحتين من الجناب وفتحة من النص، عشان خاطر احشيه كويس جدا، ما يبقاش فيه حتة ما فيهاش كريمة. جميل جدا ما شاء الله. هنسيح بقى الشوكولاتة بيضة او البني في حمام مائي مع معلقة الزيت، بتبقى بكل سهولة. هبدأ بقى ان انا اغطس بقى كده بالشكل ده، مفيش اي مشكلة معايا خالص. يعني الموضوع سهل جدا، مفهوش اي صعوبة. لازم بقى احطه على الشبكة كده عشان لو في اي شوكولاتة زيادة تنزل لتحت، ما تبقاش لازقة في الكلير. بسيبه بقى، ممكن اعمل له بقى خطوط بالشوكولاتة اللي اتبقت معايا. ممكن لو في اي مكسرات بتدي برضو شكل لطيف جدا، وممكن من غير اي حاجة، هو بس نغطسه في الشوكولاتة ويبقى كده جاهز معايا. حلو جدا وسهل جدا، مفيش اي مشكلة، ما بياخدش معاكي وقت كمان. ياريت تجربيه وتقولي رأيك فيه. اتمنى بقى لو الفيديو عجبك ان انت تدعميني بان انت تشتركي في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد، وتعملي شير ولايك للفيديو على الفيسبوك عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. قومي بقى اعمليه يلا، بجد سهل جدا وهيعجبك، وان شاء الله ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط من اول مرة. امشي على اللي انا قلتلك عليه بكل التفاصيل، هيطلع معاكي تحفة بجد. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، واتمنى تكون الوصفة عجبتكم. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.